دي كوهانا واللي بتستعد للصعود على مسرح أكاديمية أرتيستا، لكنها كانت خايفة وبيشجعها أصدقائها وبيقولوا لها ما تقلقش وتثق فيهم، وبيبدأوا عرضهم الأول للمهرجان. بس تعالوا كده نرجع للبدايات ونعرف ازاي حصل كل ده. بس قبل كل ده يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ويا ريت تشترك في قناتنا الاحتياطية كاريكاتون بالعربي اللي هتلاقي الرابط بتاعها في صندوق الوصف تحت. ويا ريت ما تنساش تشترك في قناة انمي لك انمي فور يو، واللي بتقدم محتوى رائع جدا وجميل من الانمي. وتعالوا نبدأ ملخص القسم الأول من أكاديمية أرتيستا. دي كوهانا مع أمها واللي بتمتلك قوة سحرية للنباتات واللي بيطلع بريق رائع جدا، وبتقول كوهانا إنها عايزة تبقى زي أمها لما تكبر. وبتكبر كوهانا وبتورث قوة أمها السحرية، وبتجري تروح لأكاديمية أرتيستا للفنون السحرية واللي كانت فيها أمها وهي صغيرة. والأكاديمية مشهورة بالفنون السحرية وكل فن ليه بريقه الخاص بيه. وأول شخص بتقابله بريقه رائع جدا، فنان بيعزف بطريقة جميلة جدا اسمه كانتو. وتاني شخص هو ولد بيرسم بطريقة أحادية اللون، هو اللون الأسود، لكن بريقه بيظهر بالألوان واسمه مونيه. وبتمشي بتلاقي ولد اسمه رين بينحت وبريق فنه بيكون جميل جدا وبيعجبها. وولد حواليه الكتير من البنات اسمه أنجلو، بتلاقيه إنه تعبان لكنه طلع إنه بيمثل وتمثيله بيبهر البنات وكوهانا أكيد طبعا. وبعدها ولد اسمه سومينو واللي بيخطط بقلم كبير جدا على الأكاديمية وبريقه جميل زي التلج بالظبط. وأثناء تجوالها بتسمع صوت رائع بيجذبها وبتروح ناحيته، وبتلاقي بريق رائع جدا من الورود الماسية، وشافت اللي بيغني وكأنه شبه الأمراء، لكنه أول ما شافها توقف عن الغناء، لكنها اتلخبطت وراحت واقعة من فوق، لكنه لحقها وشكرته على إنقاذه ليها، وقالت له إنها لسه منتقلة جديد وكانت في طريقها للسكن، ومدحته على غنائه الرائع، لكنه تجاهلها وسابها ومشى. ولما شافها بتمشي غلط وجهها للطريق الصح للمسكن بتاع البنات وقال لها إنه هيعرفه لها، وشكرته على مساعدته ليها. وبتشوفها بنت وقالت لها ده الملك بتاع الأكاديمية، وقالت إنه يعتبر أكتر شخص موهوب في الأكاديمية واسمه تيكا. وعرفت إنها الفتاة المنتقلة وعرفتها على نفسها إنها جوري. واتخضت جوري لما عرفت إن أمها من الإيكازاكي، وقالت لها إنها مش مصدقة إن صديقتها في الغرفة هي بنت ساكورا الإيكازاكي، وقالت إن أمها مشهورة جدا والجميع كان عارفها وخريجة الأكاديمية دي. فقالت كوهانا إن كان نفسها تيجي المدرسة دي علشان تبقى زي أمها. فسألتها جوري ليه أنت جاية في نص الفصل الدراسي مش في أوله؟ فقالت إن في امتحان قبول الفصل الدراسي أصابتها حمى شديدة واتقبلت في مدرسة عادية، لكنها ما استسلمتش وخضعت لامتحان قبول في الأكاديمية دي. ولما طلبت جوري من كوهانا إنها توريها قدراتها السحرية في النباتات ما عرفتش كوهانا خالص. قالت لها جوري ازاي كل الطلاب بيجيدوا قدراتهم ومتفوقين فيها. فزعلت كوهانا جدا من اللي اتقالها وجرت تتمرن لوحدها على قوتها السحرية، وبالفعل بدأت. وكل ما تجرب بتفشل للأسف، لكنها فجأة بتلاقي لآلئ الظهور مرة تانية. وبتدخل كوهانا على تيكا لما سمعت ان هو اللي بيغني، فوقف الغناء بتاعه وتجاهلها، وبتنبهر بالمكان جدا. ولما حاولت تطلع على السلم منعها تيكا وقال لها ان في كل عام بيتم اختيار امير ارتيستا واميرة ارتيستا ليكونوا افضل فنانين في الاكاديمية، وبيطلعوا على السلم ده بعد تصنيفهم افضل طالب وطالبة. وبتتمنى كوهانا ان يتم اختيارها، فسألها ايه الفن اللي هي بتتقنه، فقالت له انها عملت ما بوسعها بس هي شاكه انها تقدر تكمل. فقال لها ان شكك في نفسك هو اللي ممكن يحبطك ولازم تستمري ومشى. فوقفته واعطت له زهور وشكرته، ولما مد ايده ياخدها انطلقت من الزهور بريق جميل جدا وبينور، وبينطلق منه لؤلؤ جميل. وبتفرح كوهانا لانه بريقها الاول، وشكرها تك على الزهور وهي بتشجع نفسها. واول يوم دراسه لكوهانا قال المعلم انها طالبه منتقله جديد ومعرفهمش عليها وقال لها تقعد. ولما طلب الطلاب يعرفوا اي حاجه عنها سكتهم المعلم. ولما سالت كوهانا جوري ليه المعلم ما قالهمش على اسمها، فقالت لها جوري ان الاستاذ تودو على طول كده فاقد الشغف، وبيقول المعلم للجميع بخصوص مهرجان الاكاديميه الصيفي انه هيختار 3 يكونوا اعضاء اللجنه التنفيذيه من سنتهم، والباقي هيكونوا من سنوات تانية، واول حد تيكا والتاني الخطاط سومينو. وبيقول احد الطلاب انه مش موجود، وبيختار المعلم الشخص الثالث هي كوهانا بنت ساكورا ايكازاكي. فبتتخض كوهانا وبيغضب تيكا وسال كوهانا انت بنت ايكازاكي، من النهارده انت عدوتي. وكوهانا مستغربه ليه بيقول كده اصلا، وكل الطلاب مستغربين وبيسالوا كوهانا ليه تيكا قال لها انها بقت عدوته، وبيسالوها لو هو يعرفها من قبل كده. وكوهانا مش عارفه ترد عليهم ولا عارفه سبب غضب تيكا منها. وقالت لها جوري انها كانت بتظن ان بينها وبين تيكا حاجه لانه وصلها للمسكن امبارح. وعرفتها جوري ان عائله تيكا اسمهم الاتشوجي، بينهم وبين عائله امها عداوه وهم اسمهم الايكازاكي، والاثنين كانوا بيتقاتلوا على السلطه والنفوذ. وعرفت جوري من كوهانا انها ما كانتش تعرف بالمعلومه دي قبل كده، واثناء حصه كوهانا ما كانتش بتفكر غير في تيكا وكلامه ليها، وبتزعل انه قال لها انها عدوته في اللحظه اللي تم تعيينها فيها مع لجنه تنفيذيه للمهرجان. وبتدخل البيت اللي هيقام فيه المهرجان وبتنبهر بكل تفاصيله، وبتفرح لما بتعرف ان امها كانت في اللجنه دي زيها. وطلع لها المعلم وقال لها ان امها اصبحت في سنه المهرجان الاميره ارتيستا، وصعدت على السلم ده. ولما سالت كوهانا معلمها هل انت برضو كنت في الاكاديميه دي، فما ردش عليها وقال لها الاجتماع من هنا. وبتدخل كوهانا بتلاقي تيكا اللي بيبص لها بغضب، وفضلوا ساعات ينتظروا الاعضاء الباقيه لكنهم ما جوش. وبيغضب تيكا وقال ان انتظاره اكتر مضيعه للوقت، وقال ان كده كده سومينو مش هيجي، وبيطلب من معلمه يغير اعضاء اللجنه، وان المهرجان هو الحدث الاكبر في الاكاديميه وما ينفعش اي حد ياخده باستهزاء، وانهم هيفشلوا في الجلسه الفنيه. فسالته كوهانا معناها
لها ايه، فقال لها ان لازم اعضاء اللجنه يعملوا استعراض تعاوني ما بينهم في المهرجان، وبتطلب منه كهانه انه ما يشيلهاش من اللجنه. ولما بيطلب تكا ان هو اللي يختار الاعضاء الجدد، فطلبت منه كهانه انهم يحاولوا تاني مع الاعضاء الاساسيين، فقال لها تكا انه مش هيساعدها، لو عايزه تبدا بسومينو الخطاط، وقال لها كده كده مش هيجي مهما حاولت تقنعيه. لكن كهانه اصرت انها تحاول وقالت له اوعدك اني هجيبه. وبترجع كهانه لسكنها وكلها غضب من اللي حصل، فقالت لها جوري ان سومينو ما حضرش الصف غير 5 مرات، والاغرب انه عمره ما اهمل دراسته وبيدرس لوحده في غرفه الدراسه الذاتيه. وبتدور كهانه على غرفه الدراسه الذاتيه اللي ما بيستعملهاش حد غيره، وبتوصل كهانه للغرفه وبتدخلها بعد ما بتستأذن، وراحت اخده حبر في وشها وبتفتكره ان هو الخطاط المبهر اللي شافته، وبيلاحظ وجودها فطلب منها تغسل وشها، وبتعرفه كهانه على نفسها، وطلبت منه يحضر معاهم الاجتماع للجنه بعد ما تم اختياره. لكنه قال لها بكل برود انه مش مهتم يحضر اللجنه. ولما قالت له ان المهرجان حدث قيم ولازم يحضره ما ردش عليها اطلاقا، لكنها لاحظت وسط الغرفه بخطه الرائع اللي بينطلق منه بريق مميز، وبترتبهم كهانه على حسب نوع البريق اللي بيصدر منه. فقال لها ازاي عرفتي ترتبيهم كده؟ فقالت له انها رتبتهم حسب حده كل بريق فيهم، وقال لها ان نفسه يكتب شيء ليه قيمه، علشان كده مش هيتوقف عن الكتابه لحد ما يحس ان الشيء ده موجود بالفعل. بترجع كهانه من عنده بتقابل تكا في طريقها اللي بيقول لها اكيد ما عرفتيش تقنعيه، فقالت له بس انا لسه ما استسلمتش. فقال لها ان سومينو طول عمره مش مهتم لحد وسابها ومشى. وقالت لها جوري ان تكا وسومينو كانوا اصدقاء من الطفوله، لكنهم اكبر متنافسين دلوقتي، وهم اكتر 2 مرشحين لامير ارتيستا السنه دي. تاني يوم بتدخل كهانه لسومينو وقال لها انه كان منتظرها، ففرحت ان هو هيحضر الاجتماع، لكنه سالها عن خطه انت شايفه فيه ايه، فقالت له ان بريقها قليل عن بقيه الخطوط التانيه. فزعل سومينو وقع عليها واغمى عليه، فعرفت انه جعان وفضل ياكل الاكل اللي جابته له، لكنه قام تاني يعمل اللي كان بيعمله. وعلى الرغم انها وقعت ورق ليه وكانت خايفه، لكنه ما كانش مهتم اطلاقا. فقررت كهانه انها تساعده ولمت القمامه كلها اللي في المكان، وفضلت تنظف فيه وتساعده في رسم الخط الصحيح. وفضلت يومين على الحال ده لحد ما اخيرا خلت المكان رائع جدا، لدرجه انه حس سومينو ان خطه اختلف بعد ما كهانه بقت معاه. وقالت كهانه لجوري انها كانت سعيده بمساعده سومينو، لكنها نسيت تساله هيحضر الاجتماع ولا لا. وبيقول سومينو ان المكان بقى مشرق جدا بعد كهانه ما وضعت فيه لمستها. دخلت عليه كهانه وهي بتسال نفسها انها عايزه تساعد سومينو في كتابه اللي هو عايزه، وبالفعل بتساعده بقدرتها في فن الظهور. واخيرا انتهت وهو مبهور باللي هي عملته، كانها قعدت له الحياه مره تانية، وبدا يكتب اللي هو نفسه فيه وعلقها بجانب الزهور، وبينطلق منها بريق جميل جدا. وبيشكرها سومينو ومسك ايديها وبيتخيل كانهم خرجوا اخيرا خارج غرفته اللي حابس نفسه فيها، وفضلوا يلعبوا وهو سعيد بوجودها جدا وكانه طاير معاها في السماء. ولما سالته كهانه دي الكتابه اللي كان نفسك تكتبها، فقال لها لا، لكنه قرب منها جدا. وتكا مش مصدق انه شايف سومينو في الاجتماع معاهم، ونجحت كهانه اخيرا في الرهان. وفي نهايه الاجتماع بيقول تكا لسومينو انه ما توقعش ان هو يحضر، فليه حضر؟ فقال سومينو معرفش، بس كانها ورتني عالم انا ما شفتوش بقالي كتير قوي. وبتتمنى كهانه انها تنجح مع البقيه زي ما نجحت مع سومينو بالظبط. وبكده وصلنا لنهايه ملخص القسم الاول من اكاديميه ارتيستا، واللي حابب يشوف الملخص القسم الثاني يا ريت يكتب لنا في التعليقات، وكمان يقول لنا رايه في الملخص وهو حابب يشوف ايه في الملخصات الجايه.